ما كي حبيت تغسلها غير غطي لها من ستر الركبه ودات البقيه غسلها ولا هذيك، لان يماك وتكون يماك مريضه تقول لك اجي تهلي الدم في ظهري مثلا بالسمن، الطهره تزول وتدهن واختك كذلك تغسلها اختك، لان عاود الزبطه اختك بحال الزبطه الراجل. بالنسبه للراجل دابا الراجل يجوز لك تشوف له الزبطه ديالو، لان الراجل هذيك اختك الزبطه ديالها بالنسبه للزبطه ديالك انت بحالها، عاود اختك اذا غسلها غير غطي لها النص دي وشوف لها الزبطه ديالها. فاختك وخالت وعمتك وخالتك ويما كل اللي حبيت تغسلهم غسلهم، وبنتك كلهم بهذا الشكل اللي قلت لك. اللي قالوا ما وصلتوش السنه مالو ما وصلتوش السنه على الحاله ما وراهم حال. لا اللي ما عنده اخبار ماشي عالم، ما عنده اخبار هذاك معذور. ايه معذور، المصيبه انما الرجل اللي عنده الاخبار، اما اللي ما عنده اخبار لا شيء عليه. ايه مرفوع عليه التكليف. ايه ديك الانسان اللي كيعمل العرس هيدا كيدوروا هذيك الله معاك انا غنص على بالك الغرامه لازم هذيك يعودوا كيقول الله معاك انا يعني دابا مساله هذيك غرامه والسلام هذيك. اما الغرامه هي هذيك شرعا، لان الغرامه عندهم في الفقهاء حتى الدعوه يقول يدعي الغرامه يدعي عليها، بحيث هذيك الغرامه المراد منها التعاون. يعني انا كيكون عندي العرس او عندي واحد المهمه يعاونوني المعارف ديالي مع صحابي كيعاونوني بديك الغرامه ديك اللي كيسموها غرامه، وهي اعانه لي ديك الناس وهو الزواج مثلا، فواجب عليا ان نهار اللي يزوج هذاك حتى انا نعاونو. هذه مساله معروفه حتى الفقهاء كيحكموا يعني بحيث اذا عمل الاخر غرمت لك انا شكاره الطحين وعملت انا العرس وما جاوبتينيش ما جاوبتيش ندعيك على شكاره الطحين ديالي ترد لي، لان هذه كتسمى هديه الثواب، يعني تعطيك اعانه لك عاوني حتى انت. هذه مساله شرعيه ما فيها باس. وكونهم كيقولوا الله مع فلانه هذه كتقدر فيها الرياء ماشي يعني ماشي مزيانه، لان كيعملوا هذه كتكون فيها فامه قبيحه. بالحق مساله الغرامه هي مساله شرعيه، يعني المراد من الاعانه كيعاونوا بعضهم، فهذيك اعانه ما فيها باس. الله كيقول تعاونوا على البر والتقوى. فالرجل عنده العرس طبعا العرس واحد المشقه، كيقوموا الاقل المعارف ديال صحابو كيعاونوه في مزيان، يعني كيعاونوه هذاك يجيب له شكاره الطحين هذاك يجيب له الثوره هذاك يجيب له حولي وهذا كتكون مزيانه ليدو. فهمتك الاعانه شكون ما كان فلوس كل شيء اعانه، عاود بلا غدا كيجوزوها كيعطيوها هو هذاك كتكون مزيانه هذه. انما ديك الله مع فلان كيعملوها ما داكشي هذيك كيعملوها باش كيفتحوهم وكان باش ما يتخبعوش. اي انتخاب الجماعه واحد تقدر تقول لنا نعملوا شو واحد تقدر تقول نعملوا ايه واش كان ضروره. وهذا اذا كان كينتخب باقي ما كان هذا سيدي باك قدرتي اذا كان باقي كينتخبوه باقي ما كان ايوا اصبح غلب. هذا اذا كان انتخب اصبح الاكثريه غلبت. اما اذا كان باقي ينتخب باقي ما عنده الحق يصلي باقي ما كانش. اذا كان باقي ينتخبوه باقي ما كان. فين هي الصلاه دابا انتخبناه يعني كان اذا اصبح الاكثريه انتخبته، اذا كان الاكثريه الحكم الغالب. ايوا الحكم الغالب هذا كيبقى النادر لا حكم له هنا، الكثير الحكم الغالب. هذه القاعده النسبه العبره بالاغلبيه. ما دام 30 الجمع مثلا الجمع فيها 40 الناس انتخبوه 30 ال10 ما عندك لا مع 30. هذه سيدنا مين فدها في نفسه، سيدنا مين هو عملها في راسه. شتي سيدنا مين عليه الصلاه والسلام سيدنا مين لما غزوه احد كان ماشي يخرج من غزوه احد قبل ما يخرج باقي في المدينه صلى الجمعه والكفار جاو ماشي ينزلوا على برا احد، جاو من مكه قصدي احد تلت بهم كفار على جالسين يجمع الصحابه قالوا كي يظهر لكم نخرجوا عندهم او لا نبقاو هنا في المدينه وهم يدخلوا علينا نضربوهم من الحيوط نضربوهم من السطيحه وحنا. جاو الصحابه قسموا قسمان، قسم اكثر قالوا نخرجوا ما نجلسوش يظنوا ان خفنا منه نخرجوا عندهم ثم احد، والقليل قالوا نبقاو في المدينه منهم سيد النبي. سيدنا كان رايه يبقى في المدينه ما يخرجش يجلس في المدينه، هذا كان رايه هو عبد الله بن ابي جماعه. ولكن لما شاف الاكثريه غتخرجوا ساعه هو مخرج معهم وخالف كلامه سيدنا خالف رايه هو وتبع الاكثريه. فهمت يا سيدي سيدنا خالف يعني واخا هو كان كيقول نجلسوا سيدنا رايه الجلاس، ولكن ما دام شاف الصحابه كلهم قالوا خرجوا ساعه هو تخرج. معنى شنو هذه الشريعه؟ سن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحكم اننا نتبعوا الاكثريه. ما دام 30 المجموع او المكون من 100 الناس 80 او 70 قالوا الحاجه و30 قالوا 30 ما عندهم كلام، ديك الساعه 70 خصهم يجدوا 30 خصهم يتبعوهم. اذا ما تبعوش يكونوا عصاة، لان سمي دعم هو نفسه تبع هذوك اللي كانوا خلفوه معهم خلفوه وتبعوه. هذا المراد. شنو قلت يا سي؟ هذاك اللي قالوا ما يكونش الا بالنصر مراد
اش عنده؟ قال ما كنا شي يصلي موراه، يصلي موراه، يصلي موراه. لا هذا عملنا اللحيه كتاب هادشي كتاب حنا هذا كافر اللي كيسبب ديك كافر، هذا كيسبب دي مساله، هذاك ماشي بحال هذاك كافر بالله، هذاك مره هذاك خصو يتوب وخصو يغسل وخصو يطلق المراه وخصو كلشي، هذاك في الداخل من الاسلام. هذا شفنا هذاك خصو نفض مره المعنى اللي كيسبب دي، هذا كافر بالله، خصو يجدد الاسلام ديالو، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويقوم يغسل. وإذا كان المرأة ديالو خصو يعاود يجدد النكاح، لأن كفار بإجماع المذاهب، ما كاينش شي حد كيخالف القضية اللي كيسبب الدين. يعني عاود يعمل الصداق والوالي والعقد وكل شيء. قلنا المرأة أنا ماشي نزوج بك من جديد، بحال ما يجوز من جديد هذا المرض، لأن النكاح الكفر كيفسخ ماشي الطلاق، كيفسخ العصمة الكفر. شنو تي؟ سهوا وسهوا، لأن على السهوان كيكون هو قليل الترابي، ربى فمه على سب الدين بسهوان، لكن يقول له يزبل شي واحد اللي كيعرفوا شي اللي حابس عليه كيقدر يكون سهوان، كيعمل الفلفل من فمه. لا بالحق الدين اللي كيعرف ما غادي يهضر مع حد كيستند. حنا اليوم الله يتوب العيال الصغار كندعيني في الزنقه، العيل غير كلمه جو عنده غير الدين. يا هذا المنقوستي ما زبلتيش فيه، زبلتي في الدين، الدين فينا ديالنا كما ما هو باقي ما زبلتي فيه، هو زبلوه في بابه اقل شي بعدا او زبل فيه، كيخلي بابه ويخلي جدو يجي الدين، وفاش درا هو فاش دريتيه دابا زبلتي في الدين ديالنا، اما باباه هو ما مسيتي حتى بشي. في هذا المصيبه ديالنا حنا هذه كيقولوا جا من الجزائر، يقولوا هيدي يقولوا ما اصل بلاتي وما تسب الدين. اما المغرب ما كانش فين بلاتينا حنا قبل هادشي، قبل حنا في الصغر ديالنا ما عرفوش هذه المصيبه اليوم شاعت كلشي كيسبب الدين. هذه واحد الباليه، واحد المصيبه يجيب الانسان بعدا ولادو، الانسان اللي عنده ولادو خصو يربيهم على القضيه، يربيو ماشي يضربهم كل ما يفتدلوا ما يسكتلهمش عليها ابدا، ولا هو المسؤول على هادشي. عقوا هادشي الانسان مسؤول على ولادو، والفقيه اللي كيربي الجامع، المدرس بالمدرسه كذلك، هذا واحد الباله شاع فينا خص الناس يحاربوه. هذا الدين، هذا ماشي واحد شد اللعيب، هذا اكبر من شرب الخمر، اكثر من الزنا، اكثر من قتل النفس. هذا الكفر بالله، سب الدين كفر بالله كيتسبى. لذلك ما يبغيش والمسؤول على هذا الكبار، العيال الصغار ما كيعرفوش باقي ما عليه تكليف، ولكن الكبير مكلف. الاب خصو يربي ابنه على هذه، يجيفو يعطيه ترخاء، يعطيه ترخاء كل يوم، عنده الاجر فيها باش يقطع له الدم مساله سب الدين. يسكتش على ابنه، انا كنحتاج يقول لي، انا كنضمن له ابنه كيسب الدين واخا ماشي كيسمعوش، وحتى دابا يتخاطر معاه تصيبوا شي واحد من العلم كيسب الدين، يعرف ما كنفهمش انا، العيال كلها كيسبلوا في الدين. خصو الانسان يعمل يرد بالو هالقضيه، ولادو يربيهم على هادشي ويحداهم في الدار، يقول له شوف ابني عندك تقول زبدي، راني نزل معك زبدي نعمل لك ما يخطرش على بالك، ويهدوا ويخوفوا فوق ما يمكن. يعني هنا كيحب الله من الانسان يظهر من ولادو راسه. سيدي كيقول غير يقول رحم الله امرا علق الصوت حتى يرى اهله، كيقول الله يرحم اللي علق القتيل في الموضع اللي يشوفوه اهله. وكيقول قال له انفق على اهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم ادابا. كان الراجل سيدنا النبي قال له انفق على اولادك من نفق ما يعطيك الله، قال له ما ترفعش العصا ديالك عنهم من جهه الادب، يعني كنت تراقبهم. لذلك خصك ولادك هذا الداء اليوم شائع بلاد، ما تبقاش يدخل لابني ما كيعمل شيء، خصك تنبهه بلا ما يقول لك، فهميك تجلس معاه كل نهار فين تجلس معاه في المناسبه، قول له شوف ابني العيال كيزبلوا في التمزه، يعني يقول لك عقلك هذه راه سهله، راه دي اكثر من كتقتل الروح. اذا زبلتي في دين كبرها له باش يكبر هذه المساله في راسه. خصو كل نهار ماشي واحد نهار تقولها له، كل نهار قولها له كل صباح، لان العيال كيشقوا من بعضهم كيلقطوا ببعضهم. يقول لك هذه مصيبه. اخو كيقولوا هنا كيحكيوا اخر مشى الكوميساريه داخل الكوميساريه دا يشكي به، قال له هذا كيسبب الدين، جا الكوميسار قال له الدين امك. الكوميسار مشى يشكي له هو كيف كيسبب الدين. هذه مصيبه، باغي الانسان ما يسكتش عليها، لان كنبه خلينا العيال. حنا عندنا في الشرع العايل الصغير ماشي مكلف، هذه قضيه اجماعيه، كانتو كتعرفوا ابن عاشر ديالكم كيقول وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، العيل باقي ما بلغ. ولكن كيقول العلماء باتفاق يقولوا واخا ماشي مكلف، الكبير يوجه حرام عليه يشوف العيل كيعمل حاجه ويسكت له. كيقول العلماء اذا شتي العيل في يدو كاس الخمار هو ماشي حرام عليه، العيل في يدو كاس الخمار، ياك الخمار حرام ليه كتجي حرام عليه، والعيل اذا شربها ما يكونش عاصي، ولكن تين عاصي اذا خليتيه يشربها ممنوع ابدا. اذا تشوفوا يشربها وتخليه يشربها مستحيل، كيكون تيشرب فيها، هذا باتفاق العلماء. ياك العيل ماشي عاصي، ولكن اذا شربها وانت كتشوف كنت عاصي، كيقول لك زولوا او منعوا. كذلك العيل مثلا الزنا العيل دازنا ما عليه والو، ما نضربوه ما نجلدوه ما نعملوا له شيء، ما عليه معصيه،
هذا اتفاق العلماء في القضيه. ولكن احنا الكبار اذا شفناه نمنعوه بكل ما يمكننا، اذا ما منعش نكونوا احنا العصاة باتفاق العلماء. القضيه كنقرر عنها. بهذا العيل كيذبل في الدين قباح من الزنا، قباح من شرب الخمر، ما نوافقوهش عليها ابدا. وباش نعملوا هذا الشيء ولادنا انتينا نباو، ماشي تولد واحد كل واحد مره في الشهر، هذا ماشي الحاجه اللي كتفهمها مره في الشهر، هذا خصك كل نهار. كان هذو العيال سيدي ماشي هذا يسحب لك الراجل كبير، العيل خصك كل نهار تنبهو. هو بنادم كبير ما كيحفظش بعد، خصك العيل صغير خصك كل نهار شي كل نهار تاخذها ولد. فاما تفطروا مثلا او تغدا تقول له شوف ابني راه العيال كيزبلوا في الزقه في الدين، عندك تسحب لك والله سمعتك كتزبل في الدين، والله حتى نعمل لك ونفعل لك ونهدد ونبلغ له وعاود الله غدا في وقت الفطور او يقول له ربي عقلت علي اللي قلت لك رانا اذا بلغني عليك والله حتى كنا حتى يربي له الدين. حنا هيدا الوالدين ربونا في الامور الله يرحمهم، ربونا في الامور اللي كتكون صعيبه، ربونا اللي حتى كبرنا وحنا نخاف منها كانها انا ملي كبرنا انها ماشي حاجه كبيره ولا غير ادب. والله اعلم ما نقول وكيل، غير الوالدين كانوا كيربوا يعذبوها لنا لاجل الادب. الفاظ كان الوالدين كيهذبوا هذه كبرنا حنا هيدا كبرنا وحنا كنستعظموها. علاش؟ بسبب داكشي الكلام ديال الوالدين. فالولد كيتكيف بالطبيعه ديال باباه، اذا كان باباه كيقابلوا هذا كل نهار كل نهار دابا العيل انا كندي عيني في الزقه ما يمكنش والو ديك النهار ماشي في الزقه في جوج العيال جهدك تدخل وجهدك تهضر في جوج العيال مع بعضهم راه هناك في ديك الناحيه البوليفار فايت اخر قال له الدين ديما قلت له علاش كتزبل له في الدين ما انتيش مسلم؟ قال لي هو زبل الدين قبل مني. انا وصيبته انا لحقت غير هذا كيجاوبوا هو سباق بعدا. واش باش تعمل دابا هذا؟ ما كاين زيله في كل شيء في جماعه زيله. هذا الهم سيدي ما هو زيله في جميع المصيبه فينا كاملين، ما تقولش فيها زيله ولا غيرها. اذا تدخل على المصيبه فينا كاملين، انما احنا اللي علينا هذا بعد احنا في استطاعتنا نعملوا هيدا. تعرفنا كل واحد احنا جماعه كل واحد يبنها في ولاده يشجعها في ولاده. والمعلم انا قلت مره في خطبه الجمعه قلت للناس والمعلم يقول للتلاميذ المدرسه دائما ماشي يقولوا واحد المره في الدرس، لا هادشي ماشي مره، هادشي خص المعلم يقولوا يتخذوا ورد كل يوم، لانها اذا كذبني يمشي يسمع في الزقه السب الدين كيف عنده المعلم كل يوم غير اما من يجي يطلق العيال. خصو المعلم من يجي يطلق العيال يقول لهم شوفوا العيال انا كنبهكم ما تزبلوش في الدين، راه اللي يزبل في الدين انا مش نعمل واحد الشيء ما يخطرش على بالو. دابا تسمعوا تشوفوا بعينكم، وانا كنوصيكم اللي سمعتوا زبل في الدين اش يقولوها لي وغدا من يجي يطلقهم قولوا له وبعدو كون سيروا عملها واحد 3 شهور لعل وعسى. اما قولوا لهم مره وغديب عليهم 4 شهور يفحل الريح وباباه عاود يبيع منها مع اولاده وفقد المحاضره هكذا وهكذا لعل وعسى نردوه يكبر هذا الشيء المستوى. اما غير احنا راه كنحمل العيال لا ما يصحش. كافر هذا او كيعيش في الحرام حتى ديك المراه ديالو عايش معاها في الحرام باجماع العلماء. خلي دابا نكملوا هذه الدين ساعه اللي هي مهمه اكثر من السفر. وعلى هذا الشيء هذه الله يعني باش تعرف ان هذه الكلمه في المعنى كنهضروا فيه، يعني الله تعالى انها الصحابه ما يزبلوش من الاصنام. علاش؟ لان اذا الصحابه كانوا ملي كيزبلوا اصلا كيبداو الكفار يسبلوا في الاسلام. جا الله قال واش تزبير في الاصنام يعني عباده وطاعه. قال الله تعالى الطاعه ما تعملوهاش، راه انتم اذا عملتوها كيبداو ملي كيسمعوا الكفار كتزبلوا اصلا كيبداو يزبلوها في الدين اذا ما تعملوهاش. فكيف احنا اصبحنا كنزبلوا في الدين بلا اصنام؟ ماشي المصيبه ديالنا. لذلك خص الناس لازم هذه انا اللي كنقصد ماشي تدخلها واحده المره، لا ما ينفعكش مره، هذه تاخذها ولد يعني كل نهار تمشي للدار كل نهار عندك ما تكون ولادك في الصباح او عمل واحد الوقت تكون اللي كتجلس معاهم فيه الليل او الصباح او الظهر كل نهار قول لهم انا كنباكم انا كنفكركم عندك تنساو القضيه العيال في الزقه تسمعوا كيزبلوا في شحالكم داكشي راه ساهل راه تزبير في الدنيا واحد الشيء كبير. وانا والله بلغني على شي واحد او شي واحد قال لي في الزقه عليك فلان او لا جوج ولادو 3 او واحد منكم بلغ لي ما غاديش نبقى نطلب الشهود هيدا يزيدوا باش يخوفوا من هذه الجره المنقوسه. اصبر نكمل سي يقول له يقول بدنا نوري الناس كيف يعملوا النهج. يقول له ماشي اسحب لك ابني اذا جاء بنيك خاك قال لي انت زبلتي دي ماشي تقول لي لا كيكذب ماشي يعطيك تحقق كتقول كيكذب ما نقبلهاش منك. اذا تلقاني في الزقه البقال او واحد من الزقه انا موصي الناس في الزقه وقال لي انت زبلتي في الدين ما سحبكش باش يقول لك تقول لي راه كيكذب عليا اما يعطيك تحقق وخا يكون كيكذب عليك باش الساعه يعرف ان المساله هو خاصه في مكان. هيدا خصك ماشي توصيه لا والله اذا كيكذب عليا تقول لا كيكذب علي خليه لا هذه ما تقبلش فيها الشهود. هذه خصك ما تقبل لا شهود ولا حتى شيء غير اعطيه طريحه حتى اذا ظلمتي انا شارك معك في الظلم ديالو
انا معك شارك في الظلم، عندك الاجر في الظلم يفرض المحال. غير يقول لك هاو زبل في الدين اعطيه ريحه، يقول لك العاير في الزنقه بنك زبل في الدين اعطيه ريحه. وهذا تقطع يمكننا اذا نعملوا هذا. الله تعالى كل حاجه يقول انتم عملتوا جهدكم، والله تعالى كينظرنا لهذا كيشكرنا هذا العمل وكيجازينا عليه. شنو قلت يا سيدي؟ فاهم يزبل الدين. شوف يا سيدي، القتل ما هوش من شأن الناس. احنا عندنا قاعده في الشرع، القتل من شأن الحكومه. فهمتي؟ ما يصحش الناس يقتلوا بعضهم في المسائل بحال هكا. القتل لما يكون من شأن الحكومه، علاش؟ لان الشرع كيحتاط. لو الشرع يقتل يذبح يطلق الباب هذا، غدا بعدو اخر يكون عنده العدو اخر يجبرو يقتل يقول زبل في الدين. لا، القتل الشرع واخا مثلا اللي كيزبل اللي شحال قتلنا عندنا في الشرع. احنا عندنا الشرع اللي كيزبل الدين يقتل، ولكن ماشي يقتلوا الناس، ماشي انتنا وانا، لا المخزن كيقتلوا، اما احنا ما نقتلوش، ماشي شغلنا. علاش؟ لان اذا يقول لك قتلوا يبداو الناس يعملوا هذه الكيفيه، يعملوا ترى احنا جماعه نتفقوا واحد منا شي فعله نتفقوا نعملوا عليه 10 شنو نقتلوا بابا نقولوا زبل في الدين. جا الشرع قلب لا قلقت ماشي شغلك، خاطر هو مشان الحكومه. احنا اللي عندنا هو نعملوا اللي كنقولوا حنا ولادنا نمنعوهم ونمنعوا عاود الفقيه المعلم والفقيه وولادنا كل واحد يعمل هذا اللي حنا في استطاعتنا. واللي زبل في الدين بحق الزنقه نعملوا معاه اللي كنقدروا عليه. شنو نعملوا معاه نقدروا عليه؟ ما نهضروش معاه ونقولوا ولادنا ما يهضروش معاه ونضيقوها بهذا استطاعتنا نعملوه معاه، ياك بحيث نقولوا ولادنا هذاك زبيل ما قدش تهضر معاه بني، ترك بابا هذاك عدو الله، هذا نقول نبني هذا يقول حرام ما بقيتش تهضر معاه عمرك تتصل به. انا كنوصيك علاش انا ما فسيت اخلاق حتى بني ماشي يسدوا اخلاقه، لان اللي يسمعوا ما يستاهلش حاله، لان الطباع كتسرق من بعضها والعيال كيتبعوا بعض.